السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سالم طارق، والنهاردة معانا فيديو جديد وحقيقة فيديو غريب، حاجة أغرب. النهاردة معانا فيديو ازاي تعمل ويندوز ابلكيشن عن طريق استخدام لغة الويب. مش هنستخدم المرة دي فريم وركس الإلكترو من الغير، لأن الصراحة معرفهمش. هنستخدم برنامج اسمه اوتو بلاي ميديا ستوديو. ان شاء الله درس الجاي هشرح ازاي بننزله. البرنامج ده في الأساس معمول عشان يعمل برامج، عشان يعمل عشان يعمل اسطوانات وكده. في مزايا جميلة بصراحة، في تقدر الزراير وغيره الكلام ده كله. انما بقى انا عايز اعمل زي ابلكيشن ليا، مثلا ابلكيشن زي بتاع ابورك دوت. فاحنا ما هنعملش حاجة زي ابلكيشن ابورك، ولكن هنعمل حاجة مشابهة ليه، حاجة قريبة جدا منه، ونضيف فيها كذا ميزة عن طريق البرنامج دوت. ممكن نستعمل لغة الويب، بمعنى ان احنا هنعمل صفحة ويب تخش على البرنامج دوت. طبعا بطريقة سهلة وبسيطة. نبدأ نشرحها واحدة واحدة. هنشرح ان شاء الله من اول تسطيب البرنامج لحد ما نمشي كده، لحد ما نقدر ما نبوظ الموضوع للمشروع بتاعنا ونخليه جاهز. طبعا الفيديو ده ما فيهوش حاجه مهمه تتقال، او مفيش حاجه مهمه تتقال اصلا. هو بس بندي مقدمه عن الكورس بطولة بسيطة. هنشرح ازاي ندي لغات الويب، لغات الويب زي HTML زي CSS وبرنامج الاوتو بلاي ميديا ستوديو دوت مع بعض، بحيث ان احنا نخلق ما بينهم برنامج ديسكتوب جاهز يقدر يعمل حاجة احنا عايزين نعملها. طبعا انا هشرح كذا حاجة نقدر نعملها، ممكن كذا فكرة نقدر نعملها جيم، كل واحد يقدر يوسع افاقه اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. استني في الفيديو الجاي نشرح ازاي تجهيز بيئة العمل. طبعا هنشرح البرنامج بشكل عام كده في الفيديو اللي بعديه عشان نبقى جاهزين. يا رب الكورس يعجبكم، يا رب تكون الفكرة عجباكم. الفكرة دي اللي انا استخدمها من حد امريكي ولا عملت حاجة زي كده، جت في دماغي، جربت فكرة معينة ونجحت، فقلت بقى هنشرها عشان كذا واحد يعمل الفكرة دي. آه تقدروا تتابعوني من على القناة اللي على اليوتيوب، أو حتى من على الشانل، من على الفيسبوك، هتلاقيهم موجودين على الفيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.